لو قلت لك ان كمان 10 سنين الفلوس هتختفي، هتقول عليا مجنون؟ قول على ايلون ماسك مجنون. كان في انترفيو لايلون ماسك من قيمة يومين بيتكلم ان كمان 10 سنين الفلوس هتختفي. طيب السؤال مش الفلوس هتختفي ولا مش هتختفي، ايلون ماسك ما يقدرش يتنبأ بالمستقبل، هو عنده شوية معطيات، لكن الفكرة او السؤال الصحيح، طيب لو فعلا 10% من التنبؤ ده صح. عشان نجاوب على السؤال ده هاخدك بالسرعة لمثال. تخيل ان انت طالع رحلة سفاري، هتاخد معاك ماسك وزعانف وادوات غطس؟ طبعا لا. وهتقول ايه السؤال الغبي ده؟ لكن هو ده لب الموضوع يا باشا. من دلوقتي انت 3 سكيلز لازم يكونوا عندك: 1 adaptation، 2 fast learning، 3 discipline. وافتكر كلامي ده كويس. طيب هتقول لي adaptation، انا لما جيت اوروبا هنا لو انا ما كانش عندي adaptation ان انا اتأقلم بسرعة مع سوق العمل اللي هنا وافهمه واقدر اكون جزء منه، انا كنت فشلت من سنين. فلازم يكون عندك مهارة التأقلم السريع. هتقول لي طب اتأقلم على ايه؟ اتأقلم على التطور اللي بيحصل كل ساعة. كل ساعة. لو تاخد بالك دلوقتي في حرب دايرة ما بين امريكا والصين في موضوع الذكاء الاصطناعي. يعني عاوز اقول لك كده، امريكا لابسه بدله رأس وعماله تقول يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ماسكه السجات وبتقول يا لهوي يا لهوي يا لهوي. تمام؟ من اللي الصين بتعمله. الصين قدرت في وقت قياسي انها تتأقلم وتبقى بدل ما هي كونسيومر مستهلك بقت بروديوسر. تمام؟ ومعظم الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية دلوقتي بيتجهوا للذكاء الاصطناعي الصيني، وده برضو محور النقطة الأولى ألا وهو التأقلم. الشركات يا باشا ملهاش دعوة بأنا جنسيتي فين ولا أنا موجود فين، أنا بتأقلم مع اللي موجود. الذكاء الاصطناعي الصيني أرخص مما الأمريكان والأوروبيين تخيلوا. رقم 2 فاست ليرنينج. تاني، أنا لو كنت جيت أوروبا هنا وما اتعلمتش بسرعة وثبت نفسي انا كنت فشلت من سنين. فانت لازم تكون فاست ليرنر، بتتعلم بسرعة، ومش بتتعلم بسرعة بس وبتطبق اللي انت بتعمله. النهاردة انت كان عندك فكرة، قعدت اتكلمت مع الذكاء الاصطناعي وقلت له هنعمل الفكرة دي ازاي، قال لك 1 2 3. انت لازم تطبق 1 2 3. ولما تيجي تطبق حط في دماغك ان انت هتفشل، ولكن بقى بص للفشل. زي في مرة كنت في تريننج والكوتش قال لك ان الناس اللي بتبص لفيل كلمة الفشل على اساس انها فشل، الناس دي فاشلة. لكن في ناس تانية بتبص لها على اساس انها first attempt in learning، اول محاولة للتعلم، دي كلمة فيل. فلا، طبق وافشل عشان تكون جاهز للسوق يا باشا. طيب تالت حاجة معانا النهاردة يا باشا ألا وهي الديسيبلين، الالتزام. لازم تكون ملتزم بخطة. انت طالع رحلة عارف هتقف كام وقفة لحد ما توصل للديستنيشن بتاعك، عارف هتاخد ايه، عارف هتعمل ستوب امتى، عارف هتاكل ايه، كلام من ده كله. تمام؟ فهي دي كانت رسالة سريعة جدا وانا سايق يا شباب ان انت لازم تكون جاهز ومستعد للي بيحصل. مش هقول لك هيحصل، للي بيحصل. موضوع ان كمان 10 سنين الفلوس هتختفي، هو شرحها بطريقة ان احنا دلوقتي الفلوس انت بتستخدمها عشان خاطر الانترتينمنت، عشان خاطر تشتري بيت، عشان خاطر. انا بالنسبة لي اوكي، انا موافق معاه ان الفلوس هتختفي، ولكن هيكون في عملة تانية. يعني انت عشان تبقى بارت او جزء من السوق لازم هيكون عندك زي ما نقول حصالة فيها كريديتس. انت بتحط كريديتس في الحصالة دي وهو ده الاستثمار بتاعك. الكريديتس دي بقى عن طريق المشاريع، عن طريق الافكار، عن طريق التعلم، عن طريق حاجات كتير لسه هنفهمها بعدين. لكن الفلوس بالمفهوم اللي احنا فاهمينه دلوقتي 1,000,000% هتختفي. والذكاء الاصطناعي هياخد حاجات كتير، هيسهل على البشرية حاجات كتير، ولكن انت بتقدم ايه للبشرية؟ هل انت هتكون بس كونسيومر بتحاول تشحت في الحصالة دي، ولا انت هتكون بروديوسر وتعمل استابيليتي لحياتك ان انت عندك حصالة فيها كريديتس داخل وكريديتس خارج؟ ان شاء الله يا شباب تكونوا مكملين على طريق النجاح معانا، واشوفكم في فيديو جديد. ده كان حاجة سريعة كده واحنا سايقين على الطريق مع المعلم إيلون ماسك. اشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.